سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا وصفه السوفلي. سهله بزاف هذه الوصفه وتوجد في وقفه، وراح تجي بنينه بزاف بزاف وتجي خاويه من الداخل. بالنسبه لمقادير الوصفه، راح نديروا كاس حليب دافي مع نصف كاس تاع الزيت، وراح نديروا بياض البيضه والصفار راح نخليوه ندهنوا به وجه السوفلي. راح نزيدوا مغرفه كبيره خميره تاع الخبز وزوج ملاعق من السكر وملعقه صغيره من الملح، ونخلط هذه المكونات كامل بالفوي. من بعد نلمو بالفارينه هنا من الاحسن ديروا هذه الطريقه، نحركوا المره الاولى بالملعقه الخشبيه ومن بعد نلوحوا يدينا. هنا راني ضفت معكم كيس من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام، حتى نتحصلوا على عجينه طريه. رايحين نغطيوها ونخليوها تخمر في عقلها. العجينه ما تيبسوهاش بزاف، راح نخليوها ان شاء الله طريه. ودكا نروحوا للحشو. بالنسبه للحشو انا درت هنايا تقريبا 2 حبات تاع بصله كبار قطعتهم، وراني نذبل فيهم في حوالي 3 مغارف تاع الزيت. هنا نغطيو على البصله تاعنا ونخليوها تتقلى مليح. بعد ما ذبلت هنايا البصله مليح مليح، راح نضيف عليها مورسو تاع الدجاج كنت رحيته من قبل، ونحلو هذا المورسو مع بعضنا، نحلوه كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما حليناه نضيفوا عليه حوالي 2 حبات تاع طماطم كنت قطعتهم مربعات، مع راس تاع فلفل ثاني كنت قطعته مربعات. هذا الفلفل انا درت الحلو وانتم على حسب الرغبه. بالنسبه للتوابل درت فلفل اسود وفلفل احمر وبطبيعه الحال الملح. وهنايا غطيتها وخليتها تكمل الطيب، ورحت نحضر في كريمه الجبن. كريمه الجبن هذه افضل كريمه عندي، درت فيها انا كاس تاع حليب مع مغرفه كبيره تاع فرينه مع شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل اكحل. بعد ما يعقد الخليط تاعنا رايحين نحيوه من فوق النار ونزيدوا عليه حوالي 2 ملاعق تاع فرماج، ولا نزيدوا حوالي 3 حبات ولا 4 تاع جبن المثلثات مع ملعقه صغيره نتاع مارغرين، ونخليوها بتجيه تبرد. وهنايا نجيبوا العجينه نتاعنا نحلوها بالفارينه باش تجينا الحلان سهله، ونقطعوها الحجم تاع الدوائر اللي حنقطعوهم بهم كيما نحبوا. هنايا حنحط الحشو تاعنا، نزيدوا عليه كريمه الجبن ونزيدوا عليه شيدار كنت رابيتو ولا اي نوع فرماج نتوما تحبوه.
تقدروا ما ديروش هاد الكريمه طول، تحطوا طول الفرماج عادي وخلاص. هنايا بالنسبه لغلق الحبه تاعنا تاع السوفلي، انايا درت بانسو، درت فيه الماء، غطستو في الماء، درتو على الحواشي تاع حبه السوفلي، قلبت العجينه وعبصت عليها مليح بيديا باش تلزق مليح، وعاودت بالقطعه. هنايا حبه السوفلي مش راح تتحل مره في الفور كما راكم تشوفوا، الصوره راهي تعبر. نحطوه في السنيوات تاعنا يطيبوا، مش راح ياخذ وقت بزاف في الفور. هاد العجينه فمفم الطيب ما تطولش مره. وهنا كيما راكم تشوفوا دهنتهم بالزعفر البيضاء اللي كنت خليته من المره الاولى، ودرت فوقهم الجلجلان. وهنايا راهم يطابوا، راهي واحد الريحه طالعه يا البنات، تهبل من البنه، واش نحكي لكم. جو خفاف بزاف بزاف، وجو فارغين من الداخل، الصوره راهي تعبر على نفسها. هنايا درت حبات كبار وحبات صغار. الكبار هذو درتهم باش نزرب نخلص. كما راكم تشوفوا ما شاء الله جاي يهبل. ودوكا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، واذا عجبتكم قناتي ادعموها. في امان الله.